السلام عليكم متابعي قناة أخبار تونس على اليوتيوب. شهدت ولاية بنزرت واحدة من أخطر وأجرأ عمليات السطو المنظم بعد أن تحول المستودع البلدي بوتيك إلى مسرح لاقتحام ليلي محكم نفذته مجموعة شديدة التنظيم في عملية تكشف عن تخطيط مسبق وجرأة غير مألوفة استهدفت أملاك الدولة. في الليلة الفاصلة بين الثلاثاء والأربعاء تقدم عدد من الملثمين نحو المستودع البلدي قبل أن يباغتوا الحارسين ويشلوا حركتيهما تماما. دقائق قليلة كانت كافية لربطهما بإحكام وإخماد أي محاولة للإنذار ليقع المستودع تحت سيطرتهم بالكامل. بعد تقييد الحراس انطلقت العصابة مباشرة نحو هدفها الرئيسي، 6 دراجات نارية كبيرة وباهظة الثمن. لم يكتف الجنات بذلك بل توجهوا إلى منظومة المراقبة وقاموا بنزع جهاز التسجيل وكاميرات المراقبة بالكامل في خطوة تظهر بوضوح رغبتهم في طمس كل أثر قد يكشف هوياتهم أو مسار تحركاتهم. الخطة اللوجستية كانت جاهزة مسبقا، سيارات وشاحنات كانت تنتظر خارج المستودع لتسهيل نقل الدراجات وتأمين انسحاب الجنات بسرعة قبل اكتشاف الاقتحام. مع أولى خيوط الفجر انطلقت الشكوى الرسمية لتعلن وحدات الحرس الوطني حالة استنفار واسعة. بدأت سلسلة من التحريات والمداهمات المتفرقة لتكشف تدريجيا خيوط الشبكة. الضربة الأمنية الأولى أثمرت إيقاف 7 عناصر يشتبه في تورطهم المباشر في العملية وتكوين وفاق إجرامي، كما تم إصدار برقيات تفتيش رسمية في حق 4 عناصر آخرين بعد الكشف الكامل عن هوياتهم، وسط تقديرات أمنية بأن معظمهم لعب أدوار محورية في عملية السطو. كما نجحت الوحدات الأمنية في حجز 3 سيارات يرجح بشدة أنها استعملت في الاقتحام ونقل المسروقات لتشكل أدلة مادية تعزز مسار القضية وتضييق الخناق على باقي أفراد الشبكة. بعد استشارة النيابة العمومية تم الاحتفاظ بجميع الموقوفين إلى حين استكمال الأبحاث، فيما تتواصل المطاردات لإلقاء القبض على العناصر المدرجة بالتفتيش واسترجاع الدراجات النارية المسروقة بالكامل. وتبقى هذه الواقعة واحدة من أكثر العمليات الإجرامية جرأة وخطورة في الجهة، باعتبارها استهدفت ممتلكات عمومية بأسلوب منظم. كمجتمع تونسي نشهد سرقات منفردة عابرة يقوم بها أشخاص، ونعرف كذلك لصوص برتبة سياسيين، أي لصوص يختبئون خلف المناصب والنصوص، لكن عملية سطو يشارك فيها أكثر من 10 أشخاص بتخطيط مسبق وسيارات جاهزة للنقل والفرار هي ظاهرة خطيرة وغريبة على الجهة وتونس بصفة عامة، ما يفتح الباب أمام أسئلة عميقة حول الأطراف المخططة.